يا أهلا بأقوى ناس في قناة أقوى أفلام. فيلمنا بيبتدي في فصل الخريف مع بنت صغيرة بتجري بالعجلة بتاعتها وبتغني وبتضحك، بس لأن كل شيء ليه نهاية فسعادتها دي بتنتهي بدري بدري لما بتتكعبل بالعجلة وتدخل في جنينة راجل عجوز اسمه نيفر كراكر، بس مش بيطلع فبتقول الحمد لله وبتحاول تطلع بسرعة بالعجلة قبل ما يطلع لها ويزعق لها. ومع محاولاتها الكتير دي بتطير ورقة شجر من العجلة لغاية باب البيت، وبيطلع لها العجوز وهو بيزعق وبيقول لها مش قلتلكم 100 مرة محدش يقرب من بيتي ومن الجنينة بتاعتي، ياخد العجلة منها وبيكسرها قدام عينيها، فبتسيبه تجري وهي خايفة وبتعيط، وهو بياخد العجلة وبيدخل بيها البيت. وفي نفس الوقت بنشوف ولد صغير وبيكون اسمه دي جي، وده بيكون مكرس حياته كلها لمراقبة العجوز كراكر وتصرفاته الغريبة، وبيكون واثق انه مخبي حاجة اغرب عن البيت. وفي الوقت ده والدته بتبدأ تنادي عليه، ولما بينزل لها بيقول لها دي تاني عجلة ياخدها الاسبوع ده، الراجل ده مجنون ولسه هيكمل كلامه. وامه بتقول له مش قلت لك 100 مرة ما تضيعش وقتك في مراقبة الناس وشوف لك حاجة افيد تعملها، وعلى العموم انا وابوك رايحين نتفسح شويه وعارفين ان انت مش هتيجي معانا علشان طبعا وراك حاجات مهمه تعملها يا عم المحقق. وبيودعوه بيمشوا بعد ما بيعرفوه ان كمان شويه جاياله المربيه اليزابيث، وده طبعا علشان ما يعملش مشاكل وتاخد بالها منه. ولما بيبداوا يتحركوا بالعربيه بيخبطوا في حاجه علشان يعرفوا ان اللي خبطوه ده هو تشاودر صاحب ابنهم، ولابس قناع مخليه مش شايف قدامه. وبعد ما الاهل بيمشوا دي جي وتشاودر بيبداوا يلعبوا مع بعض كره سله وبيتكلموا عن الراجل العجوز، وتشاودر مش بيركز والكره بتخبط في وشه. ولما بيدوروا عليها علشان يعرفوا راحت فين ويكملوا لعبهم بيكتشفوا ان هي وقعت في جنينة نيفر كراكر. فتشاودر بيقول لدي جي كان لازم تجيب في سيرته، يعني جيب لي الكرة يا اسطى والله لسه جديدة، انا قعدت اسبوع كامل من غير ما اكل علشان اجيبها. ومش بيستنى منه الموافقة، هو بيزقه جوه الجنينة وبيقول له جيبها يا اسطى بسرعة. واول ما بيبدأ يتحرك بيطلع له العجوز كراكر انطر قبلك يا ويقول لهم انتوا ما بتتعلموش، انا مش قلت لكم محدش يقرب من الجنينة والبيت بتاعي يا شوية بهايم. وهو بيزعق جامد بيقع فوق دي جي وباين له كده مات، بتيجي الإسعاف وبتشيله، وبيظهر إن البيت رافض إنه يمشي من مكانه ومتمسك بيه جدا، وده بيبان من العشب اللي كان بيحاول يوقفهم بس مش بيقدر. ودي جي بيلاحظ إن العجوز وقع منه مفتاح البيت فبياخده بسرعة من غير ما حد يحس بيه. وفي الوقت ده بنشوف نار بتولع جوه البيت والمدخنة بتشتغل، وبيظهر إن البيت عايز ينتقم من دي جي. وتشاودر بيكلم دي جي وبيحاول يواسيه ويهديه، بيقول له ما تزعلش نفسك، هو أكيد دلوقتي في مكان أحسن. فدي جي بيقول له يعني أكيد، فبيقول له ما أظنش، وبيسيبه وبيمشي بعد ما المربيه بتوصل البيت. فبيدخلها معاه البيت وبتقول له ده انا هروق البيت واظبط الدنيا، شوف انت نفسك في ايه تاكله دلوقتي وانا هعمله لك. فبيقول لها كفايه تمثيل بقى، ابويا وامي مشوا من البيت. قالت له ما تقول يا عم من بدري، اتكل على الله بقى اطلع اوضتك ولا غرفه ده، انت تصاحبني ولا ايه؟ انطر قبلك يا فبتشغل اغاني صوتها عالي فبيسيبها دي جي وبيطلع على اوضته. ولما بيطلع الاوضه بيقفل الشباك وبينام، فبيحلم ان البيت تحول لايد عملاقه وبيحاول يخطفه، وبيصحى على صوت التليفون ولما بيرد مش بيسمع صوت، فبيتصل بالرقم اللي اتصل بيه ويا ريته ما اتصل علشان بيتفاجئ ان المكالمه اللي جات له دي من بيت العجوز نيفر كراكر. وفجاه بيكون في حد متنكر وبيخضه من ظهره، بس بنعرف ان ده اخو المربيه اليزابيث. فبيقول لها ايه ياما احنا فاتحين سبيل هنا هتجيب العيله كلها، وبيعرفها ان العجوز نيفر كراكر مات النهارده. وفي نفس الوقت بتجيله مكالمات من رقمه الشخصي، فولا هي ولا اخوها بيصدقوا كلامه وبيسيبوه وينزلوا علشان ينام. وهو مش بيجيله نوم بعد اللي حصل ده وبيفتح الشباك، ولما بيركز في بيت العجوز نيفر كراكر بيكتشف ان في حركه غريبه جوه البيت، فبيحس بالرعب وبيتصل بصاحبه تشاودر علشان يحكي له على اللي حصل. فتشاودر بيطمنه وبيقول له ان كل اللي بيحصل له ده مجرد تهيؤات، وبيطلب منه يتقابلوا. وبيوافق دي جي وبينزل للدور الارضي وبيحاول يمشي من غير ما يطلع صوت علشان لو المربيه شافته هترفض تخليه ينزل في الوقت المتاخر ده. وفي الوقت ده اليزابيث كانت بتحكي لاخوها وبتقول له ان هي فعلا شافت عربيه اسعاف النهارده، وممكن يكون دي جي بيتكلم بجد ومش بيكذب. فاخوها بون بيحكي لها قد ايه هو كان بيخاف من الراجل العجوز ده بعد ما زعق له زي باقي اطفال المنطقه واخد منه طيارته اللي كان بيلعب بيها وقعت بالغلط في الجنينه بتاعه العجوز. فاليزابيث بتخاف من كلامه وبتقول له يسكت، بس هو بيكمل في حكاياته المرعبه لغايه ما هي بتخاف جدا وبتطرده من البيت. وفي نفس الوقت بيكون دي جي خرج من الباب الخلفي، وبون بيرمي ازازه العصير اللي في ايده على البيت وبيفضل يشتمه وبيضرب الحديقه برجليه ولا كانه بيزعق مع واحد صاحبه في الشارع مش مجرد بيت خشب. بس في الوقت ده الباب بيتفتح وبتظهر طياره بون اللي العجوز اخدها منه وهو صغير، واول ما بيقرب منها زي المنوم مغناطيسيا بتسحبه جوه البيت والباب بيتقفل عليه.
وفي الوقت ده دي جي بيقابل تشاودر في المكان اللي اتفقوا عليه، وبيبدأ يعرفوا ان العجوز نيفر كراكر رجع من الموت وعايز ينتقم منه. فتشاودر يا تأثير بيه لا وقفوا يا مدحت، بيحاول يطمنه ويقول له مفيش حاجه اسمها كده، كل اللي بيحصل ان انت بتتخيل انه رجع. وعلشان يطمنه اكتر بيروح معاه عند البيت وبيراقبوا المكان ومش بيحصل اي حاجه، بس دي جي بيكون لسه خايف. فتشاودر علشان يقنعه ان مفيش اي حاجه تخوف بيبدا يزحف على بطنه في الجنينه وبيوري له ازازه العصير، بس اول ما بيتحرك بعيد عنها الجنينه بتبلعها زي ما بلعت عجله الترولي. وبيوصل عند الباب وبيرن الجرس وبيقول له شوف بقى مفيش حاجه اهو، وكل اللي انت بتفكر فيه ده مش بجد ومش حقيقي. ولسه هيكمل كلامه الباب بيتفتح وارضيه البيت بتتكسر وبتطلع سجاده من البيت وكانها لسان لوحش وبتكون عايزه تمسك تشاودر. وبيلحق نفسه في اخر لحظه لما بيعدوا حدود الجنينه وبيطلعوا يجروا هما الاتنين على بيت دي جي، وده بعد ما اتاكدوا ان البيت اتحول لوحش خطير. تاني يوم الصبح بتطلع لهم المربيه وبتسالهم عن اخو هابون علشان ما ظهرش من ساعه ما طردته امبارح، فبتلاقيهم لسه قاعدين بيراقبوا البيت وبيعرفوها ان احتمال يكون البيت خطفه، وبيحكوا لها عن اللي حصل لهم امبارح. وكالعاده مش بتصدق ولكن بتقلق وبتسيبهم وبتنزل علشان تدور على بون. وفي نفس الوقت ده بيشوفوا بنت صغيره بتلف على البيوت علشان تبيع حلويات، وبتبدا تقرب من بيت العجوز نيفر كراكر، والبيت بيبدا يخفي اليافط التحذيريه اللي كانت بتمنع اي حد انه يدخله. ولما بيحاول دي جي وتشاودر يمنعوها تقرب اكتر من البيت بتضحك عليهم وعلى تصرفهم اللي بالنسبه لها مش مفهوم. بس في اقل من ثانيه البيت بيرجع وحش زي الاول وبيحاول يسحبها بالسجاده، بس مش بيعرف ياخد غير عربيه الحلويات بعد ما تشاودر ودي جي بيقدروا يلحقوها. والبيت بيرجع طبيعي تاني بسرعه لما بتوصل اليزابيث بتعرف تشاودر ان ابوه عايز يطمن عليه، ودي جي بيرجع يحكي لها تاني عن البيت الغريب ده، فبتقول له انا بقى هشوف دلوقتي ايه اللي بيحصل في البيت بجد. وبتتحرك ناحيه البيت فدي جي بيمنعها وبيقول لها انه كان بيكذب عليها وان البيت ما فيهوش اي حاجه، فبتسيبه وبتمشي بعد ما بتعرفه ان هي رايحه تدور على اخوها ومش هتتاخر. وجانيت بتبقى عايزه تفهم البيت ده بيعمل كده ليه، فدي جي بيطلعها معاه وبيعرفها على تشاودر، وبيبداوا هما الاتنين يحكوا ليها عن البيت، وهي بتقول لهم انها هتنضم لفريقهم علشان فضولها من ناحيه البيت ده بدا يشتغل وعايزه تفهم عنه كل حاجه. وفي وسط كلامهم بيسمعوا صوت كلب، ولما بيبصوا عليه بيلاقوا واقف عند جنينه العجوز كراكر، وفي اقل من ثانيه بيكون البيت سحبوا عنده جوه. فبتتصل جانيت بامها كالمعتاد مش بتصدق وبتضطر انها تتصل بالشرطه، وبيوصلوا بسرعه والشباب بيبداوا يحكوا ليهم عن اللي حصل، بس طبعا مش بيصدقوا اي كلمه من اللي قالوها. ودي جي بيفضل يتنطط في الجنينه ويحاول يستفز البيت علشان يظهر بشكله تاني، بس البيت كان في قمه الادب والاحترام وطلعهم كلهم كدابين. ورجال الشرطه بيقولوا لهم لو جا منكم اتصال تاني وطلع مفيش حاجه هنقبض عليكم، ويا ريت تبطلوا مراقبه بيوت الجيران، يعني شوفوا لكم حياه بجد، لازم تشوفوا لكم حياه. ولما بييأسوا من موضوع الشرطه دي جي بيوديهم لواحد اسمه سكاي، وده واحد بيفهم في الماورائيات والبيوت المسكونه، وبيحكوا له عن بيت العجوز نيفر كراكر، فبيعرفهم ان البيت ده فيه روح شريره وهي اللي بتتحكم في البيت، والحل الوحيد ليهم ان هم يدمروا قلب البيت. ولما بيفكروا شويه مع بعض يعني هيكون ايه قلب البيت ده، بيكتشفوا ان نار الدفايه ما اتطفتش من يوم ما العجوز كراكر مشى من البيت، فاكيد هو ده القلب. وبيعملوا خطه وهم ان يعني هيجيبوا دميه او عروسه لعبه وهيملوها بدواء منوم وهيدخلوها البيت، وفي الوقت ده البيت هينام ويقدروا وقتها يدخلوا ويدمروا القلب. وفعلا تشاودر بيقدر يجيب كميه كبيره من الادويه المنومه من صيدليه والده، وبينفذوا خطتهم وخلاص البيت هيبلع الطعم وينام بعد ما جانت ضربت الجرس بالنبله بتاعتها. وبيعدي من جنبهم رجال الشرطه بالصدفه فبيوقفوهم وبيحبسوهم في العربيه بتاعتهم وخلاص هيركبوا ويروحوا بيهم لمركز الشرطه. يسمعوا صوت غريب طالع من جوه البيت، فبيتحرك شرطي من الاتنين ناحيه البيت وده علشان يشوف ايه اللي بيحصل، بس البيت بيفقد اعصابه لما الشرطي بيفضل يدوس على العشب بتاعه، فبياخد منه سلاحه وبيشيله بشجره وبيرميه جوه البيت. والشرطي التاني لما بيحاول ينقذ زميله البيت بيسحبه هو كمان بالسجاده. وما بيكتفيش بكده لما بيشوف ان العربيه في عجله من عجلاتها جوه الجنينه بتاعته، فاللي هو ازاي بقى انت عجلتك سايبها لي في الجنينه، فبيسحبها جوه البيت وبياكلها هي كمان. يلا بس الشباب بيقدروا يلحقوا نفسهم ويطلعوا من العربيه قبل ما البيت يدمرها بالكامل، وبعدها البيت بيرجع لشكله الطبيعي وبعدها البيت بيرجع لشكله الطبيعي بعد ما افتكر انه دمر كل حاجه، وبيقولوا الحمد لله انه ما حسش بوجودهم جوه والا كان خلص عليهم هم كمان. وبيبداوا يتفرجوا مع بعض على البيت ويدوروا على مكان القلب علشان يطفوه، ودي جي بيلاحظ ان العجوز نيفر كراكر كان بيراقبه، وجانيت بتقول لهم انه كان شغال في فرقه المتفجرات في الجيش، وده اللي يفسر كميه الديناميت الكتير اللي موجوده في البيت. وتشاودر اول ما بيشوف انوار في السقف بيبدا يرش عليها ميه وعلى اعتقاده ان هي دي القلب، والبيت بيصحى وبيبدا يدور
بيدور على اللي موجود جوه بس مش بيلاحظ وجودهم. فجانيت بتقول لهم لو كان الباب السنان والسجادة دي كانت اللسان فأكيد اللي متعلق فوق قلب العوم. فتشاودر حب يجود من عنده وقال لها أيوة كده أنا فهمت، إحنا في المعدة. فبتقول له انت تسكت خالص، انت كل برسيم لاخر الفيلم بعد الجمله العبيطه اللي انت قلتها دي، معده ايه يا بني ادم. وبعد ما البيت بيهدى وبينام تاني بيبداوا يدوروا على مكان القلب، وفي طريقهم لهناك بيدوسوا على مكان الخشب بيكون فيه ضعيف فبيتكسر وبيقعوا كلهم تحت في البدروم. وبيلاقوا البدروم متروس العاب من بتاعه الاطفال، وبيشوفوا حاجه زي قفص مقفول بقفل. فبيطلع دي جي المفتاح اللي وقع من جيب العجوز وبيفتح بيه القفل، والقفل فعلا بيتفك. ولما بيدخلوا بيتصدموا من وجود جثه كونستانس الضخمه وتكون متغطيه بالاسمنت واللي كانت زوجة نيفر كراكر. وبيلاقوا هدايا ورود حوالين منها كتير. فبتستغرب جانيت وبتقول منين هو قتلها ومنين جايب لها كل الهدايا دي. فدي جي بيقول لها لا هو ما قتلهاش. وفجأة بيتكعبل وبيقع على الجثة والاسمنت بيتكسر، وبيظهر وقتها الهيكل العظمي بتاع كونستاس والبيت بيصحى. وبيقدر يمسك تشاودر اذكى اخواته بعد ما شاف الكرة بتاعته بتتنطط لوحدها وراح يمسكها. وبعدها بيمسك جانيت بس دي جي بيقدر يهرب منه وبيطلع فوق وبيلاقي فعلا البيت طلع تشاودر وجانيت علشان يبلعهم. فبيخبط البلعوم في السقف جامد وده اللي ادى ان السقف اتشرخ، وطبعا ده خلى البيت يطفهم بره وحاجه في قمه القرف يعني. وتشاودر بيتخانق مع دي جي علشان بسبب فكرته الغبيه دي يعرض حياتهم للخطر. فبيسيبهم دي جي وبيمشي، بس بتخبطوا عربيه اسعاف. بس مش مهم موضوع عربيه الاسعاف دلوقتي، احنا اللي يهمنا اللي طلع من العربيه، وبيكون اللي طلع هو نيفر كراكر. وبيزعق لهم وبيقول لهم يمشوا بعيد عن بيته. ودي جي مش بيكون فارق معاه كلامه، كل اللي كان فارق معاه وقتها ان العجوز نيفر كراكر ما ماتش بسببه. وبيبدأ العجوز نيفر كراكر يقرب من البيت ويتكلم معاه. فدي جي بيمنعه وبيعرفه انه دخل البيت وعرف كل حاجة وعرف ان الناس ظلموه لما قالوا انه قتل مراته. فالعجوز نيفر كراكر بيبدأ يحكي له القصة من اولها علشان نفهم اخيرا ايه اللي حصل واللي وصل البيت للمرحلة دي. وبيحكي له ان مراته زمان قبل ما تعرفه كانت شغالة في سيرك، والناس كلها كانت بتتنمر عليها بسبب وزنها الزايد، ولكن هو كان بيحبها. وفي يوم من الايام بيقرر يتجوزها وبيروح لها في وقت متأخر وبيعرض عليها الجواز وبتوافق. فبياخدها بالقفص بتاعها وبيتوكل على الله وبيبدأوا يبنوا البيت بتاعهم سوا. بس في يوم من الأيام وهو منهمك في تقطيع الحطب أولاد جيرانهم بيبدأوا يتنمروا عليها ويشتموها ويحدفوها بالطوب لغاية ما بتتنرفز. وكراكر بيحاول يمنعها تأذيهم بالفاس، بس توازنها بيختل وبتقع في أساسات البيت وبتموت وبينزل عليها أسمنت. وكراكر بيكمل بنى البيت حتى بعد ما هي وقعت فيه، لأن كان حلمها إن البيت ده يكمل، وفعلا بيقدر يخلصه. بس بيكتشف بعد فترة إن روحها بدأت تتحكم في البيت وبتبدأ تنتقم من أي عيل صغير يفكر يقرب من البيت أو من الجنينة. وتوتا توتا وخلصت الحدوتة. غرف داهية بقى وكل واحد يشوف حاله معلش. وبيطردهم كراكر تاني علشان ما يتأذوش من البيت. بس المرة دي جي مش بيرضى يمشي وبيقول له أنت قضيت حياتك كلها تحمينا من البيت، ودلوقتي جا دورنا إن إحنا نحميك منها. أنت لازم تسيبها وتسيبنا إحنا كمان نحرر روحها من البيت. وبيقتنع بكلامهم، وأول ما بيسمع البيت الكلام ده بيتعصب وبيتحول لوحش بشكل كامل وبيهجم عليهم وبيجري وراهم. بس نيفر كراكر بيقف قدام البيت بعد ما بيلفت انتباهه بطوبة بيحدفها عليه، وبيكلم روح مراته كونستانس اللي موجودة في البيت ويقول لها أنا انتقمت من أطفال كتير ما كانش ليهم ذنب في حاجة، كل ده علشان خاطرك انتي، بس كفاية لغاية كده. وبيطلع الديناميت من جيبه، وأول ما بيشوف البيت الديناميت في إيده وهو بيولعه بيمسكه وبيكون عايز يخلص عليه. بس بيدخل تشاودر بالونش وبيقدر يعطل البيت، واللي من دوره بيسيب نيفر كراكر وبيجري عليه دي جي. فبيلاقي العجوز بيديله المتفجرات ويقول له اعمل اللي معرفتش اعمله. ولما بيحاول يحدفه من المدخنة البيت بيخبطه بايده بيوقعه هو وجانيت. فدي جي يكلم تشاودر ويقول له يستدرج البيت لغاية ما يوصل للرافعة الكبيرة. واول ما بيوصلوا هناك البيت بيقع في حفرة هو والونش، بس تشاودر بيقدر يلحق نفسه وبيطلع وبيقول له خلاص البيت اتكسر واللعنة انتهت. بس بيكتشفوا ان البيت بيرجع تاني بشكل اوحش من الاول، لكن بيكون في نقطة كويسة وهي ان الدفاية لسه موجودة وما اتكسرتش. وبيفضل البيت يجري ورا تشاودر لغاية ما بيقدر اخيرا دي جي يرمي الديناميت جوه البيت وبينفجر وبتنتهي اللعنة. والعجوز نيفر كراكر بيودع زوجته اخيرا وبعدها بتختفي للابد. ولما بيروح له الشباب علشان يعتذروا له من اللي حصل في بيته والدمار اللي حصل بسببهم بيلاقوه مبسوط وبيضحك وبيقول لهم انه اخيرا اتحرر وهيكون على طبيعته. وبيظهر انه نيفر كراكر طيب جدا ومش شرير زي ما شوفنا في اول الفيلم، وبيبدأ يوزع على الاطفال الالعاب اللي اخدها منهم زمان. وطبعا ما نقدرش ننسى الكرة بتاعت تشاودر اللي رجعت له ولكن بطلوع الروح، وكمان البنت الصغننه اللي كانت بتجري في اول الفيلم بالعجله. وبكده نكون خلصنا ملخص فيلم النهارده. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشير الفيديو مع اصحابك اللي بيحبوا النوعيه دي من الافلام. سلام.